ازيكم عاملين ايه؟ اللي ما يعرفنيش انا اسمي نيفين توماس. انا خريجة هندسة القاهرة. هاجرت كندا في 2016. يعني بقالي 9 سنين حاليا، داخلة على دي سنة رقم 9 هنا ليا في كندا بقطعة اونتاريو. انا كنت عملت مجموعة من الفيديوهات بتكلم عن الطلاق في المسيحية وبالنسبة للست المصرية الأرثوذكسية. واخر فيديو عملته كان من حوالي سنة. انا اسفة قوي ان انا توقفت عن سلسلة الفيديوهات بتاعتي. بس اوعدكم ان انا لان ناس كتير قوي لسه لغاية دلوقتي بيعملوا كومنتات وبتواصلوا معايا وبيعملوا على الفيديوهات القديمة. وفي ناس منهم بيخشوا لي على الخاص سواء كان الفيسبوك او اللينكدين. ف حسيت ان انا عليا واجب، ان انا اطلع اتكلم وان انا اطلع اقول وجهة نظري في الموضوع. بصراحة انا كنت disappointed شوية او بطلت فيديوهات شوية لان حسيت ان الكلام ملوش تأثير. بس لما شفت إن لغاية دلوقتي، مع ان في فيديوهات عملتها من سنتين وفي فيديو عملته من سنة، الناس لغاية دلوقتي بتعمل كومنتات ولسه عايزين يجادلوا ويناقشوا ويتحاوروا. حسيت ان انا دوري ان انا اعمل اللي عليا وان انا اتكلم وانقل خبرتي او انقل وجهة نظري اللي انا شفته في الحياة سفار يعني. وكل واحد بقى يختار هو يمشي ازاي او يختار حياته ازاي. انا مش هجبر حد او ان انا هقول ان وجهة نظري هي الصح 100%. بس انا بعرض وجهة نظر يمكن تكونوا ما سمعتهاش قبل كده او يمكن ما كنتش حد بيتكلم فيها قوي، لان الناس حاليا مشغولة قوي قوي بالحياة day to day، يعني الحياة اليومية. يعني ممكن ناس تلاقي ناس عاملة دوشة جامدة جدا جدا عشان سعر الخضار زاد. ناس عاملة دوشة جدا جدا لأن حط 10,000 جنيه ولا 20,000 جنيه على ايفون 16 برو مثلا للناس اللي جايين من بره. يعني بلاقي نويز وبلاقي دوشة جامدة جدا على موضوعات كلها عبارة عن فلوس، يعني مش حاجات حيوية. ما حد هيقول لي طب ما الفلوس حيوية. لا، القرار القرار الأساسي أو القرار المصيري لما حد يتحكم انت هتعيش مع مين في بيتك، لما حد يتحكم انت هتنام جنب مين، لما حد هيتحكم انت هتكمل حياتك مع مين لغاية لما ربنا يعني يفتكرك ويبقى في ايده السلطة ويحرمك من حقك ده. يعني ده بحس ان هو مصيبة، كارثة. وناس كتير مش مدركة حجم المصيبة دي. طب ليه بنقول عليها مصيبة؟ بقول عليها مصيبة لان في مصر، انا هتكلم بالذات عن الستات. طب ما هو اللي يسري على الستات يسري على الرجالة؟ لا، للأسف اللي مش بيسري على الستات يسري على الرجالة. دايما الستات بتبقى من النوع المستضعف. لان الست في مصر لو مسيحيه وهنفترض ان مادام هي مسيحيه، القانون المصري او الدوله المصريه اعتبرتها ان هي بنسبه 99.9% ارثوذكس. مش عارفه ليه، مع ان في طوائف كتيره جدا يعني في المسيحيه. بس هم ادوا قرار الستات المسيحيين مسكوا رقبتهم للكهنه الارثوذكس. يعني حقيقة أو لا، واللي هيقول لأ يبقى أنت إنسان منافق، أنت إنسانة منافقة بتكدبي على نفسك، حياتك مستقرة ومش فارق معاكي الناس التانيين خالص. ماشي، أنت مبصيش غير لنفسك بس، لنفسك ولسمعتك ولأسرتك وللقوانين اللي بتخدم مصلحتك الشخصية. فأنت مصلحتك ماشية مع مصلحتهم، فعشان كده أنت موافقة على القوانين بتاعتهم. لا، هي بتخدم الرجالة وبتخدم الدولة وبتخدم الحكومة، لكن ما بتخدمش الست المسيحية المصرية. من الاخر كده. ليه؟ لان الراجل ممكن يروح يتجوز عليها جواز عرفي. هتقولوا ايه ده، المسيحيه فيها جواز عرفي؟ لا، ما فيهاش جواز عرفي، بس في رجاله مسيحيين كتير بيروحوا لما تبقى حياته مزربل مع واحده بيروح يتجوز واحده عند محامي عرفي، بيتجوز واحده تانية وعياله بيقدر يسجلهم في السجل المدني، ويقدروا ان هم في شهر عقاري لو ليهم املاك يقدر يكتبهم باسمهم بعد كده وبيورثوا فيه، لان هم بيعتبروا عياله. لان القانون في مصر بيسمح للزوج ان يتجوز اكتر من واحده حتى لو كان مسيحي. مفيش قانون في مصر، واتحداكم حد يطلع يعمل لي كومنت ويقول لي ان في قانون في مصر بيحرم على الزوج الراجل المسيحي انه يتجوز اكتر من واحده، وان لو اتجوز اكتر من واحده هيتعمل له قضيه زنا وهيخش السجن. حد يتحداني ويقول في قانون في مصر بيعمل كده؟
يمكن انا ما عنديش خبره، يمكن انا ما اعرفش. لكن في رجاله مسيحيين لما بتبقى الحياه بينهم مع مراته مستحيله او مش ماشيه على هواه، بيقدر ان هو بدم اهله لو معاه فلوس وبدم اهله مساندينه بيقدر يعمل كده. والست تقدر، طب ما الست ممكن لو عرفت تروح تتطلق منه. معاكي فلوس تطلقي؟ من الاخر معاكي فلوس تطلقي. اصل انت حتى لو جبتي، اصل انت يعني معلش انت مش الفنانه هالة صدقي. هالة صدقي فنانه وجوزها اتجوز عليها ولا جابت عقد جواز فعرفت تروح الكنيسه وتتطلق وتتجوز تاني. بس هي عندها معارف وعندها نتورك ويقدروا وكل الناس يحبوا يخدموها لان هي فنانه. لكن لو واحده في الصعيد مثلا، انت مش فنانه، انت هتروحي بقى اقعدي عيطي بقى للكاهن بقى لو هو مزاجه يفيل لك الورقه ملفك، يقعد قدام شويه كهنه سنين، تقعدي تعيطي شويه، تقعدي تعملي شويه. اصل انت ما بقاش عندك حق، مفيش قوانين. انت هما الكهنه بالنسبه للدوله ايه؟ يعني هي الدوله هي مشغله الكهنه؟ الكهنه دول مش شغالين عند الدوله ولا مش شغالين عند الكنيسه؟ ازاي انا كمواطنه مصريه حق من حقوقي، المفروض ان الحق ده مكفول بالدستور، ان انا اتجوز وان انا اختار الانسان اللي انا عايشه معاه، والانسان اللي عايشه معاه طلع ما يناسبنيش لاي ظرف من الظروف، حتى لو انا اللي كنت وحشه عايزه انفصل عنه. ازاي قرار زي دوت ناس ليس لهم علاقه بالحكومه، ناس مش موظفين في الحكومه هم اللي يتحكموا في القرار ده؟ دي مصيبه، دي كارثه. ومحدش بيتكلم لان معظم الناس مبسوطه، معظم الناس الكلام جاي على هواهم، معظم الناس مصلحتهم كده. وبيحاولوا يدوا مخدر للناس، للستات بالذات اللي هم الجزء المستضعف من المجتمع، ماشي، بان هم يخدروها ويقولوا لها ده صليبك عيشي معاه. طب ما هو واحده لما يجي لها سرطان ما هو صليبها، مع طب مش هتروح تاخد الكيماوي؟ مش هتروح تتعالج عشان هو صليبها؟ ما ماشي صليبك، طب ما يعني صليبك ده ايه يعني؟ ان انا مش رجلات قطعت، ده حتى اللي رجليها تتقطع ممكن تركب رجل. يعني ما حدش يقول لها انت صليبك رجلك اتقطعت ما تروحيش تركبي جزء صناعي تعيشي بيه. فالمسميات عشان يضحكوا بيها على الناس، الاقوال عشان يضحكوا بيها على الناس، بقت خدعه كبيره، خدعه كبيره، وهم كبير الناس عايشه فيه ومش عايزه تتكلم لان معظم الناس مستفاده بالوهم ده. انا مش فاهمه دلوقتي انا مواطنه مصريه انا اصنف ايه؟ انا اصنف مواطنه مصريه ولا مواطنه ارثوذكسيه تبع الكنيسه الارثوذكسيه؟ انا اصنف ايه؟ انا اصنف كمواطنه مصريه. ليه ما عنديش قوانين في بلدي تحميني، تحمي حقوقي الطبيعيه الشرعيه؟ ما بقولش اروح اجبر الكنيسه ان هي تجوزني بعد كده. خلاص يا سيدي انا واحده اتجوزت وعايزه اتطلق واخترت ان انا اتطلق بره الكنيسه، انا مش هجبر الكنيسه ان هي تجوزني جوه الكنيسه. الدوله بقى فين؟ الدوله هنا، الدوله بقى واجده قوانين تخليني اتطلق، واجده قوانين تخليني اتجوز تاني مدني بره الكنيسه. عندها بقى المساحه دي من المواطنين، مواطن عايز يعيش كانه مواطن مصري، لا مش عايزه اتصنف حسب ديني، مش عايزه اتصنف حسب شريعتي، مش عايزه اتصنف حسب انا بحب اصلي فين، احب اصلي ازاي. هو انا حسب ما احب اصلي اشوف هتطلق واتجوز ازاي؟ ليه رابطين الاتنين ببعض؟ يعني ليه رابطين عبادتي وطريقه ممارستي لديني بان انا اتجوز مين وما اتجوزش مين، واعيش مع مين وما اعيش مع مين؟ مش هجبر الكنيسه ان هي تقبلني. خلاص دول ناس يعني انا بيفكروني باليهود بتوع العهد القديم، لان اليهود بتوع العهد القديم ما كانوش بيقبلوا حد عندهم وما بيبشروش بحد وما بيقبلوش حد من بره الكنيسه، المعبد بتاعهم او الديانه. صعب قوي قوي اليهود ما كانوا يقبلوا حد تاني يهودي جواه. حاليا ده بيحصل، مش بيقبلوا حد قوي من بره، ولو انت ما مشيتش حسب تقاليدهم بالظبط مش هيقبلوك. خلاص ده اعتقادهم، ده هم عايزين يمشوا كده، نحترمهم. مش هجبرهم ان هم يغيروا هم بيفكروا ازاي، بس هم في نفس الوقت ما يجبروش الناس التانية ان هم يعيشوا مع مين يفكروا ازاي. الكنايس كتيرة، الكنايس كتيرة، ما هو في ارثوذكسيه وفي كاثوليك في بروتستانت في حاجات كتيرة جدا. اللي مش هتقبلنا الارثوذكسيه ما في الكاثوليك ممكن يقبلني، البروتستانت ممكن يقبلني. خلاص انا ما عنديش مشكله، انتوا مش عايزيني اجي عندكم، مش عايزيني اتناول عندكم، مش عايزيني اصلي عندكم، خلاص دي حاجه ترجع لكم، انا بحترمها. في كنايس كتيره، كنايس كتيره اقدر اصلي في اي مكان. بس انا بتكلم كده لان انا عايشه بره مصر، فانا لما اخترت ان انا اتطلق
وما اخترتش ان انا امشي في المسرحيه الهزليه، ان انا اروح واقعد اعيط واتحايل وابوس الايادي واجيب وساطي واسطه كتيره عشان اخد تصريح، عشان اخد ورقه واخد البرميشن بتاعهم ان انا اتجوز تاني في نفس التقاليد، في نفس ادخل نفسي جوه الاورجنايزيشن دي تاني. يعني انا مش، لا يعني ما صدقت اصل فرقت منها ارجع لهم تاني برجلي. فانا ما كنتش عايزه كده، بس لاني هنا في دوله فيها قوانين مدنيه قدرت ان انا اتطلق واتجوز زي ما انا عايزه، وقدرت ان انا اروح كنيسه تانية. يعني خلاص كنيسه ارثوذكسيه المصريه مش مرحبه بيا بطريقه تفكيري، بطريقه حياتي، بطريقه اللي انا بفكر فيه. انا بالنسبه لهم كائن غريب ناشز. خلاص انا مش هعمل ثوره واروح اتخانق مع الكهنه واقعد بقى احاججهم واقول لهم الكتاب المقدس بيقول طب انا مسيحيه ليه بتعملوا فيا كده، طب انا بنتكم. خلاص ده قراركم، انا بحترمه. رحت كنيسه تانية لان في كنايس كتير، في دايفرستي، في كنايس كتير، في اماكن كتير اقدر فيها امارس شعائري الدينيه واصلي واتغذى روحيا، وخلاص موضوع بالنسبه لي وانا ساتسفاي والموضوع منتهي. بس انا بتكلم لان في مصر ما عندهمش البريفليج دي، ما عندهمش الاختيار ده. فعلا فعلا في مصر الستات المصريات المسيحيات بالذات، طبعا الستات كلها يعني الشعب كله يعني، بس احنا دلوقتي بنتكلم في طائفه معينه. انتوا عبيد، حقيقي عبيد. ليه الكنيسه مجبره ان احنا نخلينا عبيد ليكوا؟ ما تخليكوا زي البلاد اللي بره، قولوا دي قوانيننا، واللي عايز يعمل كده يتجوز عندنا، ومش عايز يتجوز ما يحضرش عندنا. واحنا يا جماعه ناس بنمشي على ده الناموس بتاعنا، وده على تسليم الرسل، وبغض النظر الانجيل بيقول ايه احنا مؤمنين بدوت، مع ان كل عصر بابا كان بيبقى فيه تغيرات وكان بيبقى فيه قوانين جديده، ومش هنخش في المنطلق ده. بس خلاص احنا ده البابا المره دي بيقول كذا واحنا هنمشي حسب ما البابا بيقول المره دي، خلاص ماشي. بس في نفس الوقت بقى ما تطبخوش مع الحكومه، ما تمسكوش رقبه الناس وتتفقوا مع الحكومه عشان تبقوا انتوا ماسكين رقبه المسيحيين، عشان لما يجي قرارات بعد كده تقولوا للناس امشوا يمين يمين، امشوا شمال شمال. لا، خلوا الناس عندهم حريه، خلوا الناس عندهم حريه. ابسط حريتي ان انا اختار اعيش مع مين، ابسط حريتي اختار اعيش حياتي، اعجز مع مين، يعني اقعد مع مين في البيت، مين يشاركني حياتي. ده ابسط حقوقي كمواطنه كبني ادم، ان انا اختار اعيش مع مين. ليه الحياه تبقى صعبه قوي لمجرد ان انا قررت ان انا اتجوز شخص معين، او ان انا مش عايزه اكمل مع شخص معين؟ ليه ليه ليه؟ يعني انا مش قادره افهم الكونسبت لغايه دلوقتي. ليه الحياه تبقى صعبه قوي؟ ليه مفيش قوانين؟ ما انتوا عملتوا قوانين الجمارك دي تحت الموبايلات اللي قلبت الدنيا يعني في يوم، وقدرتوا تعملوا هوبا ويجي رسالة على الموبايل وعليك 30,000 وعليك 20. يعني انتوا عايزين تعملوا حاجة بتعملوها يعني، اما بتعوزوا تعملوا حاجة بتعملوها بسرعة. ايه الصعب؟ مش ايه الصعب، ليه؟ السؤال بيطرح نفسه، ليه مش عايزين تعملوا كده؟ ليه مش عايزين تفصلوا الدين عن القوانين المدنية، قوانين البني آدم الأساسية، إن الإنسان يختار هو يتجوز مين، يعيش مع مين، يطلق مين؟ ليه؟ هو احنا اللي بنطلب ده بدعة؟ احنا كده مثلا بنهرطق؟ احنا كده مثلا بندعو لدين جديد؟ يعني إنهم يدعون لدين جديد؟ يعني دي حقوق، حقوق. أنا قاعدة في بلد، ليه أبسط حقوقي مش قادرة أخدها؟ ليه؟ وبعدين نيجي لما واحدة تيجي زي البلوجر، هم الناس اللي بيطلعوا يعملوا يعني سبوبة على اليوتيوب وعلى الانستجرام وعلى الحاجات دي عشان يصرفوا على نفسهم، يعني بيقولوا عليهم بلوجرز. زي ليلي فؤاد، انا اكتشفت ان هي كانت مسيحية وبقت مسلمة عشان عندها مشاكل مع جوزها ومش عارفة تتطلق ومطلع عينيها، فراحت اسهل طبعا طريقة في مصر انك تعمل ايه، انك تروح تغير دينك. جم مسكوا فيها بعد كده. يا جماعه ما هي ضحيه، يعني ما هي كان عندها اوبشن يعني، وانتوا واحنا كان في اوبشن يعني، وكان في اختيار عندها ان البلد مديلها حق انها تقف وتقول وعايزه مش امشيه وعايزه اتجوز تاني وعايزه اعمل وما عملتش يعني. فانتوا جايين مسيحيين بقى يا ماسكين ينهشوا فيها. وشايف الكومنتات، واحنا ما يشرفناش اصلا ان انت تبقي، ما يشرفناش اصلا، انت مين اصلا عشان تحكمي عليها وتقولي شرفناش وشرفنا؟ هو انت كنتي مكانها؟
هو انت مريتي باللي هي مرت بيه؟ انت زيك زي اي حد، كلكم عبيد ماشيين غنم من الاخر كده ورا القوانين، عشان انت القوانين دي ماشيه معاكي ومع طريقه حياتك ومع بيتك ومع الشكل الاجتماعي بتاعك، فانت مبسوطه بالقواب ده. فواحده بقى قررت لا احنا ما يشرفناش، انت اصلا بصي انت بتعملي ايه، ويبتدوا بقى يحاكموها. انت مين اصلا عشان تحكميها؟ انت مين عشان تتكلمي عنها اصلا؟ يعني حسيتوا بيها فين، ولا ساعدتوها فين، ولا شفتوا اصلا ايه المشاكل اللي بتمر بيها؟ حد اداها الحل اصلا؟ ف انا الفيديو ده انا مش هطول عليكم فيه، انا طالعه بس بعمل زي ريفرشمنت، طالعه زي ما بقول كده، يعني اثير نقط او نقط للجدال عشان خاطر نبتدي نتكلم عليها. انا مستنيه كومنتاتكم تحت الفيديو، وانا هحاول ان انا ارد على كومنتاتكم على قد ما اقدر. مستنيه ان كنتوا تدوني لو انتوا عايزين نتكلم في مواضيع، عندكم تساؤلات، لو انتوا عجباكم سلسله الفيديوهات دي وعايزيني اكمل كلام، انا ما عنديش مشكله، هطلع وهتكلم وهقول لكم وجهه نظري. وزي ما بقول لكم دي وجهه نظري، في ناس تتفق في ناس ترفض، مفيش اي مشكله، احنا بنتناقش. وانا حسيت ان انا واجبي دوري ان انا اطلع وان انا اتكلم واقول وجهه نظري. اخر حاجه، الانسان يقدر يعمل اي حاجه، مفيش حاجه اسمها اصل انا ما اقدرش، اصل انا ما اعرفش، اصل انا ما اعملش. اكتر عدو للانسان، مش هقول بقى اهل بيته، مش هقول الناس اللي حواليه، مش هقول ست زيها كل الكوميكس بتطلع على الفيس، اكبر عدو للانسان بيطلع من جوه الانسان نفسه، خوفه، التوابيت اللي جواه. لو كسرنا التوابيت اللي جوانا، لو قدرنا ننتصر على الخوف اللي جوانا، هنقدر نعمل اي حاجه، ونقدر نعمل اي حاجه. احنا عندنا حقوق، ربنا ما خلقناش عبيد، ربنا خلقنا احرار. اشوفكم الفيديو الجاي.